الزلزال هو عبارة عن مجموعة اهتزازات بتصير في القشرة الأرضية بتؤدي لكمية كبيرة من الدمار. الزلازل بتتركز في العادة في مناطق معينة من الكرة الأرضية وبتكون خفيفة في مناطق ثانية. الحمد لله منطقتنا العربية تعتبر هادية نوعا ما من ناحية الزلازل، لكن مش دايما. أحيانا بتصير زلازل قوية بترسخ في ذاكرة الناس للأبد. معكم مستر نيو في فيديو جديد، واليوم راح نحكي عن أقوى 10 زلازل ضربت الوطن العربي في التاريخ. طبعا أقوى 10 من ناحية عدد الضحايا اللي تركهم الزلزال. لكن قبل ما نبدأ تأكد انك مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان كل الفيديوهات اللي جاي توصلك. في المرتبة رقم 10 زلزال نابلس سنة 1927، أو المعروف باسم زلزال أريحة. في الفترة الماضية بلاد الشام صارت تعتبر هادية نوعا ما من ناحية الزلازل، لكن في السابق الأمور كانت مختلفة شوي. كانت هاي المنطقة تحتضن مجموعة من أقوى الزلازل في العالم. مدينة نابلس تعتبر واحدة من أقدم المدن في التاريخ، بيسكنها تقريبا 400 ألف نسمة. في تاريخ 11 من تموز سنة 1927 الساعة 3 بعد الظهر اتعرضت المدينة لزلزال بقوة 6.2 درجة وأدى لدمار هائل في المدينة. الزلزال أدى لأضرار في كل فلسطين، وعدد الضحايا اتخطى 500 ضحية، بالإضافة لقرابة 1000 مصاب ومئات المنازل اللي انهدمت من شدة قوة الزلزال وتأثيره على الناس. هاي السنة صار اسمها سنة الزلزال. في المرتبة رقم 9 زلزال القاهرة سنة 1992. مدينة القاهرة هي أكبر مدينة عربية من ناحية المساحة وعدد السكان، وفيها كثافة سكانية عالية خصوصا المناطق الفقيرة اللي بيسكنوها الفقراء واللي بتكون بيوتهم قديمة كثير. في تاريخ 12 من أكتوبر سنة 1992 كانت الساعة 3:09 العصر ضرب زلزال مدينة دهشور القريبة من القاهرة، واستمر لمدة 30 ثانية، وكان بقوة 5.8 درجة، وأثر على مناطق القاهرة القديمة. أكثر من 545 ضحية و6500 إصابة. 50,000 تعرضوا للتشريد وفقدوا منازلهم. 350 مبنى انهدموا بشكل كامل، و9000 مبنى اتعرضوا لأضرار كبيرة، بالإضافة لمئات المدارس والمساجد يلي تعرضوا لإصابات كبيرة. في المرتبة رقم 8 زلزال الحسيمة سنة 2004. إقليم الحسيمة هو إقليم مغربي موجود في شمال المغرب، بيسكن أكثر من 400 ألف نسمة. في مساء يوم 24 فبراير سنة 2004 الساعة 2:27 ضرب الإقليم زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر. الزلزال كان قوي كثير وأدى لدمار مادي هائل ومخيف في المدينة. اتخطى عدد الضحايا 1000 إنسان، بالإضافة لمئات المصابين والجرحى. والمشكلة الأكبر هي إن الوصول للمصابين كان كثير صعب، وهالإشي زاد من عدد الضحايا للأسف. في المرتبة رقم 7 زلزال الشلف 1954. ولاية الأصنام في الجزائر اسمها اليوم ولاية الشلف، وهي ولاية جزائرية موجودة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، وهي مدينة زراعية قوية كثير بيسكنها أكثر من 1,100,000 إنسان. في تاريخ 9 سبتمبر سنة 1954 الساعة 2 الفجر زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب ولاية الأصنام وقتل أكثر من 1243 شخص، وجرح وأصاب 5000 إنسان، وأدى لأضرار مادية ضخمة. زلزال بومرداس سنة 2003. مدينة بومرداس تعتبر واحدة من أجمل المدن في الجزائر، خصوصا إنها مطلة على البحر، وهي ولاية صغيرة موجودة في شمال الجزائر بيسكنها أكثر من 800 ألف إنسان. يوم الأربعاء 21 مايو سنة 2003 الساعة 7:44 المساء زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب مدينة بومرداس وأدى لدمار هائل. ومن شدة قوة الزلزال أدى لموجات تسونامي في إسبانيا. أما في الجزائر قتل أكثر من 2266 إنسان، وجرح وأصاب 10,000، وعمل دمار هائل في المدينة،
وفي البنية التحتية ألوف المباني انهارت، حتى الولايات المحيطة في بومرداس اتأثرت بشكل كبير مثل العاصمة الجزائر، وحجم الأضرار اتخطى 100 مليون دولار. زلزال الشلف 1980. حكينا عن هاي الولاية اللي كانت معروفة باسم ولاية الأصنام، وحكينا عن الزلزال اللي ضربها سنة 1954 ودمرها بشكل كامل. في تاريخ 10 أكتوبر سنة 1980 الساعة 1:25 تعرضت ولاية الأصنام لواحد من أقوى الزلازل في تاريخ الوطن العربي بقوة 7.3 درجة. عمل الزلزال دمار هائل في المدينة وفي المناطق المحيطة فيها. أكثر من 80% من المنطقة تأثرت بالزلزال. 2633 ضحية و10,000 مصاب على الأقل. وبعد الزلزال طلعت نظريات بتحكي إنه سبب هالزلازل المتواصلة اللي بتضرب المدينة هو اسم المدينة اللي هو الأصنام، وإنه رب العالمين بيرسل الزلازل كنوع من العقاب لأهل المدينة. وفعلا صدر قرار بتغيير اسم المدينة مباشرة بعد الزلزال، وصار اسمها ولاية الشلف بدل ولاية الأصنام. زلزال ذمار سنة 1982. اليمن للي ما بيعرف تعتبر من بين الدول العربية اللي بتصير فيها كوارث طبيعية بشكل كبير كثير، ما بين الأعاصير والزلازل والتسونامي والفيضانات وغيرها كثير أشياء ثانية، ولها تاريخ حافل بالزلازل العنيفة. مدينة ذمار من المدن الأثرية العظيمة في اليمن، وهي مدينة موجودة جنوب اليمن على بعد 100 كيلومتر عن العاصمة صنعاء، بيسكنها قرابة 1.5 مليون إنسان. في تاريخ 13 من ديسمبر سنة 1982 المكان مدينة ذمار في اليمن زلزال بقوة 6 درجات بيقتل 2800 إنسان وبيؤدي لجرح ألوف الناس. أكثر من 700 ألف إنسان اتهدمت منازلهم أو اتضررت بحيث صارت غير قابلة للسكن. زلزال صفد سنة 1837. مدينة صفد تعتبر من أشهر المدن الأثرية في فلسطين اللي تم احتلالها بشكل كامل سنة 1948، لكن قبل الاحتلال بأكثر من 100 سنة، وتحديدا في سنة 1837 انضربت المدينة بزلزال مدمر حطم المدينة بشكل شبه كامل. الزلزال كان بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وقتل على الأقل 6000 شخص وجرح الألوف غيرهم. وصل الزلزال للمدن الثانية في فلسطين وأذاها بشكل كبير، ووصل برضو للأردن. ومن أثار الزلزال هدم أسوار مدينة طبرية التاريخية. في المرتبة الثانية زلزال أغادير سنة 1960، أكثر زلزال مدمر في تاريخ المغرب وفي تاريخ الوطن العربي في العصر الحديث. مدينة أغادير مدينة سياحية مغربية تعتبر من أقوى المدن السياحية في الوطن العربي، وبيسكنها تقريبا 450 ألف نسمة. في تاريخ 29 فبراير سنة 1960 الساعة 11:40 مساء ضرب المدينة زلزال بقوة 5.7 درجة. من ناحية قوة الزلزال فعلا هو مش أقوى زلزال، لكنه عمل تأثير ضخم سيء بكل معنى الكلمة. أكثر من 15 ألف ضحية و12 ألف جريح، خسائر بقيمة 290 مليون دولار، وعشرات الألوف فقدوا منازلهم، وتم إخلاء المدينة مباشرة بسبب الخوف من انتشار الأوبئة. في المرتبة الأولى وأقوى زلزال في تاريخ الوطن العربي زلزال حلب الكبير سنة 1138 للميلاد. حلب واحدة من أروع المدن في العالم. في سنة 1138 للميلاد كانت حلب تحت سيطرة القوات الصليبية، وفي هاي الفترة اتعرضت المدينة لأقوى زلزال في تاريخ العرب ورابع أقوى زلزال في التاريخ البشري. 11 من أكتوبر سنة 1138 للميلاد ضرب الزلزال بقوة 8.5 درجات على مقياس ريختر، وحطم المدينة بالناس اللي فيها، قتل قرابة 250,000 إنسان. وأما عدد المصابين فما حدا خطر بباله يحسبهم أصلا. القلاع اللي بنوها الصليبيين تهدمت وتحطمت وتكسرت بشكل كامل، وهالإشي خلى المسلمين يتفوقوا شوي في الحرب،
كمية كبيرة من جنود الصليبيين هربوا وفكروا انها فعلا لعنة اصابتهم واصابت الجيش الصليبي. الله يحفظ وطننا العربي ويبعد عنا كل الزلازل والكوارث الطبيعية. بنكون هيك وصلنا لختام الفيديو. إذا عجبك حط لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم.